عرفنا بقى من الناس الأرجوزات اللي دوشنا على السوشيال ميديا بإنجازات وهمية وقصص ساذجة. عايزين نعرف ناس جامدين فعلا، جامدين بجد. وتعال أعرفك على حد جامد جدا من الناس دي، برنس من برنسات البيزنس والمناصب الإدارية العليا. اسمح لي أعرفك على أحمد جلال. واحمد جلال مش اخويا ولا حاجه، ده تشابه اسماء بس. طب ماله الراجل ده وليه هو جامد يعني؟ اولا الراجل ده منصبه دلوقتي هو الرئيس التنفيذي لمجموعه الفطيم القابضه من اول 2023. انت عارف مجموعه ماجد الفطيم بتلعب في قد ايه دلوقتي؟ اصول المجموعه دي تقريبا 70 مليار دولار. طب انت عارف المجموعه دي بتمتلك براندات ايه؟ هديك حاجه كده من على طرف المعلقه: كارفور، فوكس سينما، سكي دبي، ماجيك بلانيت، وحاجات تانية كتير. المهم الراجل ده خد بكالوريوس علوم الكمبيوتر من الجامعه الامريكيه في القاهره، وخد الام بي اي من اللندن بيزنس سكول. من انجازات الراجل ده بقى ان مجموعه الفطيم تحت ادارته عملت شراكه استراتيجيه مع تشيك اوت دوت كوم علشان تسهل الدفع الرقمي للعملاء. الراجل ده كمان بيعمل توسع في مصر في مشروع كبير كده اسمه جانكشن، وده مشروع ايكو سيستم متكامل في القاهره الجديده. مجموعه الفطيم هتستثمر فيه حوالي 15 مليار دولار، وتم تصنيف احمد جلال ضمن اقوى سي اوز في الشرق الاوسط من مجله فوربس، وهو كمان وصي او تراستي في الجامعه الامريكيه بالقاهره، كمان عضو مجلس امناء في الاي يو سي. وكمان احمد جلال من النماذج المصريه اللي فعلا تشرف. قولوا لي لو عايزين حد تاني في الكومنتات، ولو عايزين السلسله دي كمل معانا ولا لا. مستني رايك في الكومنتات.